السلام عليكم شباب، يوم جديد وسيارة جديدة. سيارتنا اليوم سيارة مميزة، قنبلة بمعنى الكلمة. السيارة كي 5 2021، إن شاء الله تعجبكم. هاي السيارة مو عادية، هواي ناس حسبالهم هاي السيارة عادية لأن يشوفون بالخليج محرك 2000 يصعد يدوس بها ما تمشي، محرك 2400 أو 2500 يدوس بها ما تمشي. هاي السيارة محركها عادل، محرك 4500 8 سلندر. ليش؟ لأن محركها 2500 توربو. هسه راح أشوفكم إياه وأشوفكم كل التفاصيل، خليكم ويا الفيديو. هاي الكي 5 يا شباب مثل ما تشوفون ما شاء الله الإشارة برتقالية. طبعا هاي الإشارة تشتغل إذا السيارة كانت مشتغلة، يعني تشتغل ثابتة. هسه راح أشوفكم إياها شلون. هسه مثل ما تشوفون يا شباب طفينا الدبل الإشارة وبقى بس أضواء النهار. أضواء النهار باللون البرتقالي. إذا شوف وراك سيارة لونها برتقالي الأضواء النهار معناتها هاي السيارة الأمريكية. هاي السيارة محركها 2500 توربو. طبعا هاي السيارة أسرع من كامري 6 سلندر، أسرع من شارجر 6 سلندر، أسرع من شارجر RT 8 سلندر، بس على شرط لازم RT ستوك بدون أي تزويد. هاي السيارة أسرع من عدها، وإن شاء الله راح نجرب بالأيام القريبة، راح نجرب ندوس ويا RT 8 سلندر، ندوس ويا شارجر 6 سلندر، ونشوف منو الأسرع. طبعا السيارة فول الفول لا يعلى عليها. هسه راح أشوفكم كل التفاصيل وكل المواصفات. راح نبلش بالمقصورة الأمامية. طبعا المرايات الجانبية أو الجامات الجانبية دوسة وحدة تصعد، دوسة وحدة تنزل مثل ما تشوفون. هسه صعدت المراية، دوسة وحدة، دوسة وحدة نزلت المراية. الكرسي مالتها بذاكرة، ذاكرة كراسي 2. نظام الصوت مالتها نظام صوت 12 سماعة من بوز، صوت حفلة متنقلة وياك، يعني ما يحتاج تروح حفلات بعد. هاي السيارة تقوم لك بالواجب. طبعا الشاشة الوسطية تجي 12 انش، من هنا لهنا اذا تقيسها تطلع لك 12 انش. وهاي الشاشة بيها كل التفاصيل، يعني شنو يخطر ببالك تلقاه بهاي الشاشة. شوف بصراحة اني هنا النافيجيشن يعني الخرائط الكيبل ما جايبه، كان ربطت لكم وشوفكم شلون يشتغل الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. نسد الباب. طبعا السيارة بيها شاحن لاسلكي وايرلس. هذا التليفون مالتنا راح نخليه هنا على الشحن ونشوف شلون يشتغل. شوف اشتغل هذا القلوب، التليفون جار الشحن، شاحن وايرلس. السيارة مثل ما تشوفون ماشية 18,000، ودرجة الحرارة الجو الخارجية هسه تقرأ 24. العداد 260. الجير مالتها جير يسموه DCT، يعني دبل كلتش. بس السر وين؟ اكثر الجير دبل كلتش دا يجي يسموه جاف، هذا دا يسموه رطب. ليش؟ لان جير متطور، ما تحس بيه جير دبل كلتش، تحس النمر مالته سلسة حيل والانطلاقة مالته اسطورية. الجير 8 نمر. يعني قبل شوية وراح اشوفكم ان شاء الله امشي 140 عندي الرون جوا الاثنين، وانا امشي 140 والرون جوا الاثنين. ليش؟ لان العزم مال السيارة عالي. ايش قد قوة هاي السيارة يا شباب؟ قوة هاي السيارة 290 حصان، والعزم لا تسولف لي، العزم مالتها 422 نيوتن، يعني عزم اسطوري على سيارة خفيفة. خوش نشوف الاطارات مال السيارة. طبعا اطارات السيارة مو مثل باقي السيارات. الاطارات مال هاي السيارة تجي 19، اللي هي هاي انتبهوا هنا 19 40 245، يعني عرض التاير 245. وهذا شكل التاير منا ونشوف ايش قد حلو. طبعا الطسة مال هذا التاير حيل ناعمة، مو تقول تاير 19 على هيك سيارة. السيارة طبعا بيها محافظة على المسار، وبيها تحذير عند مغادرة خط السير، وبيها تحذير من التصادم الأمامي،
وبيها ايقاف ذاتي، يعني اذا صارت هاي الكاميرا الاماميه مال التحذير والمحافظه على المسار، وبيها الرادار الامامي اذا صار خطر قدامك وانت ما تنتبه السياره وحدها توقفك. ناس تقول انا ما احب هذا الشيء والسياره تفاجئني دائما بالبريك ورد اسوي حادث. تقدر من الاعدادات تطفي هذا البرنامج او الايقاف الذاتي. خوش، خلينا نشوف صندوق السياره. طبعا هاي السياره من الخلف، سياره دبل سالانسا. هسه راح اسمعكم الصوت مالتها. طبعا السياره مثل ما قلت لكم دبل سالانسا، والصوت مالتها كلش حلو، نغمه الصوت يعني لا تحصل بيه مخالفات ولا تحصل بيه اي شيء، صوت حلو ومميز. وهاي علامه الجي تي، مو جي تي لاين، هاي السياره جي تي. هنا عندنا فتحات هواء وهميه مو حقيقيه. وهسه راح نشغل السكن نشوف المسطره مال الباك لايت شلون راح تشتغل. خوش، اوتو سكن، شوف شلون اشتغلت ما شاء الله، اضواء وصوره كلش روعه. احلى شي بيها الدبل سالانسا حقيقي. خوش، نفتح الصندوق وهي علامه الكي 5. هذا الصندوق مال السياره، هذا الصندوق مال السياره مثل ما تشوفون صندوق عملاق، وكل العده موجوده، كل العده مال السياره موجوده اللي هي سبير وجيك وذن التفاصيل مثل ما تشوفون. ان شاء الله الفكره واضحه يا شباب. هاي السياره هيجي هي مفتوحه الجنطه مالتها. بعد شو نشوفكم، خلينا نشوف الخانه الخلفيه مال السياره. ما شاء الله الخانه الخلفيه مال السياره تجي واسعه حيل. خوش، بحيث من تصعد بالسياره تحس نفسك انت قاعد بالمضيف. خلي نشوفكم اياها بمكان اوضح اللي هو هذا. ما شاء الله السياره حيل واسعه. بس راح نجرب لكم البانوراما. اكو شغله نسيت اذكر لكم اياها يا شباب، اللي هي شوف هذين اللايتات. خلينا نطفي هذا اللايت. هذين اللايتات مثل ما تشوفون LED، بس شنو الحلو بيهن؟ لمسه واحده يشتغلن، لمسه واحده يطفن، لمسه يشتغلن. حتى اذا ما تخلي ايدك مجرد بس تهفي لها راح يشتغل. شوف راح يطفي. بالنسبه للبانوراما، هاي البانوراما مال السياره، هاي البرده وهاي البانوراما. خلينا نرفعها لي فوق ونشوف شكلها من فوق شلون صارت. خوش، طبعا تبريد السياره قبل لا اطلع، تبريد السياره قطعتين وبيها 2 شاحن موبايل. زين هاي البانوراما هيك انفتحت. طبعا السياره كان يحتاج لها غسله، بس بصراحه انا استعجلت على الموضوع وقلت لازم اصورها، ما لام صارت الفرصه نصور السياره. هاي السياره شكلها هيك هي ومفتوحه البانوراما لي فوق شويه. باقي التفاصيل يا شباب، المر الجانبيه. المر الجانبيه اذا تبدل باك، يعني هسه مثلا انتبهوا راح ابدل باك، سوت المر تنزل، بس احنا مطفيهن راح هسه نشوفهن. نزلت المرايه، تبدل دي تصعد المرايه. هسه شوفوا مثل ما تشوفون راح نبدل باك. هسه خليناها عدي، هاي عدي، هاي على الباك. نزلت المرايه لي جوا، تنزل المرايه لي جوا. هسه شوف راح نبدل دي. خلينا نرجع ايدينا، بدل دي. شوف المرايه صعدت. طبعا هاي ميزه بسيطه بس بصراحه حيل احبها واحترمها بالسيارات الكوريه. ليش؟ لان يعطيك ادق التفاصيل
وببلاش. ما يحسب عليك فلوس، يعطيك تفاصيل حلوة وسهلة بس ببلاش. طبعا هواي من الشباب يقولون اي سيارة تجربها شوفنا المحرك. هسه وصلنا للمحرك، راح نشوفكم المحرك. ما شاء الله محرك توربو، وهذا التوربو مالته، وهاي من هنا المعدات مال التوربو، وهذا العازل مال التوربو. خوش. هذا المحرك 2500 توربو 290 حصان دفع امامي. بس بصراحة ما اعرف ليش السيارات الكورية احس بيهم يكذبون، من يقول لك 290 حصان يجوز هي بالحقيقة 350 حصان. ليش؟ لان السيارة حيل 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 قوية. خوش. وهذا موديل السيارة منها وكل علامات السيارة، وهذا نظام التبريد مال السيارة من شركة دنسو اللي هو 1234. هذا مجرد الغاز مال التبريد مالته تصير الشحنة الوحدة مو ب75,000، هاي تصير الشحنة ب250,000، لأن الغاز مو غاز عادي، غاز يختلف عن باقي السيارات. إن شاء الله الفكرة واضحة شباب، وأحب أحكي لكم أدق التفاصيل. هسه خلينا نجرب اللايت العالي والناصي مال السيارة على مود نشوف هذن العدسات شنو شغلهن. هسه راح نشغل السيارة ونشوفها شلون تشتغل. خلوكم ويا الفيديو. دوس بريك، دوس البصمة، نشغل. ما شاء الله شفت الكرسي ده يتقدم بيه، وهنا عندنا ينطيك ضغط التوربو شقد وباقي التفاصيل. هسه احنا مو يم التوربو، خلينا نشعل اللايت، خلينا نشوف اللايت شلون يشتغل. هذا السكن الكشاف واللايت. بسم الله، خلينا نشوفه شلون راح يشتغل وشلون راح يطلع. ما شاء الله يعني بالكشاف واللايت يشتغل عندك عدستين اللي هي الاولى والبالنص. خلينا نشوف ان الطي عالي راح يطفن ذني ويشتغلن ذني، لو يشتغلن كلهن سوا. ان الطي عالي شلون نشغل العالي بسيارات كوريا؟ مجرد نضغطه لي جوا اشتغل عالي، اشتغل قلوب ازرق بالدشبول معناته اشتغل عالي. ما شاء الله بالعالي اشتغلن كل العدسات واللايت زنون بلادي، ومثل ما تشوفون هاي قوة اللايت. كشاف هم مشتغل، نسيت اذكر لكم هذا الشيء، انتبهوا على هذا الكشاف مشتغل. طبعا تقول لك الموبايل التناسي على الشحن، لان انا مخليه هنا تنبهك، وتقول لك اذا مخلي غراض بالكرسي اللي ورا هم تنبهك عليه. راح اجرب لكم منظور الشخص الاول ونجرب السياقه مال هاي السياره شلون، ونشوفكم اياها بالفيديو. منظور الشخص الاول، هذا سويتش السياره. وايد من الشباب يقول شوفنا سويتش السياره. راح نشغل السياره عن بعد ونشوفها شلون تشتغل. نضغط مرتين قفل، ضغطه مستمره، تشغيل عن بعد. سمعتوا؟ السياره اشتغلت وشغلت لنا دبل اشاره على مود تنبهنا السياره مشتغله. هسه راح نصعد بالسياره ونجربها كمنظور الشخص الاول. يا الله. طبعا من تصعد بالسياره اذا انت مشغلها عن بعد، مجرد تدوس بريك والبصمه عندك، السياره استقبلتك وعرفت انه انت صاحب السياره. وطبعا يشتغل لك التبريد، هسه انا طفيته، يشتغل لك التبريد على مود يبرد لك السياره من الداخل. هسه نخلي السويتش هنا مكانه، نخلي السياره سبورت بلس، فصل تراكشن. نزل جامه شويه على مود نسمعكم الصوت ماله وياله. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت الصوت؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله، السيارة انطلاقتها مو طبيعية مثل ما تشوفون. سيارة قنبلة. خوش. نشوف الولد ابو الستوته منين يطلع. هاي ابو محمد، هسه هي تسوق روحها بروحها. شوف انا هادي هي تراجعك للمسار، لان نشتغل عندنا قلوب بالدشبول محافظة على المسار. خوش. اي مع الرادار. مع الرادار امامي. هذا محافظة على المسار يسموه. نعم. خوش. وبيها تحذير عند مغادرة خط السير، وبيها توقف الكتروني. زين. هنا وانتهى الفيديو شباب، ان شاء الله عجبكم.
أخوكم حسن المسيباوي، وإن شاء الله كل فترة سيارة مميزة جديدة. هسه نريد لايك واشتراك بالقناة. في مال الله.